راديو مساكن ومعاكم يحيى الكلام. حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير نقولها المستمعين الأعزاء وين ما كانوا يسمعوا في راديو مساكن على www.radiomsaken.com وين ما يوصلهم صوتنا وين ما توصلهم ريحة البلاد. مرحبا بكم، مش تسهروا معنا الليلة على www.radiomsaken.com في سهرية ريحة البلاد، السهرية اللي مش نحاولوا نوصلوا لكم من خلالها ريحة البلاد، ريحة تونس، ريحة مساكن وريحة العائلة خاصة، وإن شاء الله نكونوا قرب منكم. مش نسهر معاكم الليلة كثوم من أمام الميكرو ودوريت في التكنيك، وإن شاء الله نعديو مع بعضنا وقيت حلو. نسمع الأغنية الأولى ونرجعوا. ريحة البلاد يابا ورد وياسمين يابا يابا، ريحة البلاد يابا ورد وياسمين يابا يابا، وريحة البلاد يا خويا أغلى من العين. ريحة البلاد موقفها ما تشبع منها يوم، وصحيح ما يعرفها كان اللي عاش محروم. ريحة البلاد موقفها ما تشبع منها يوم، وصحيح ما يعرفها كان اللي عاش محروم. ورجع يوم رشفها من بعد غياب سنين. ريحة البلاد يابا ورد وياسمين يابا يابا، ريحة البلاد يابا ورد وياسمين يابا يابا، وريحة البلاد يا خويا أغلى من العين. سلم لي على الدار وتراب بلادي الغالي، وجيب لي اخبار اهلي وناسي وعيالي. سلم لي على الدار وتراب بلادي الغالي، وجيب لي اخبار اهلي وناسي وعيالي. تغيب لي الافكار وتجيب في دموع العين. ريحة البلاد يابا ورد وياسمين يابا يابا، ريحة البلاد يابا ورد وياسمين يابا يابا، وريحة البلاد يا خويا أغلى من العين. سلم لي على الأحباب الناس اللي يحبوني، واللي الدهر الغلاب بعدهم على عيوني. سلم لي على الأحباب الناس اللي يحبوني، واللي الدهر الغلاب بعدهم على عيوني. من وحشة قلبي ذاب وذابت العينين. ريحة البلاد يابا ورد وياسمين يابا يابا، ريحة البلاد يابا ورد وياسمين يابا يابا، وريحة البلاد يا خويا أغلى من العين. شاهين ارجع لجبالي للكرمة والزيتونة، نطلع للوادي العالي ونشرب من عيونة. شاهين ارجع لجبالي للكرمة والزيتونة، ونطلع للوادي العالي ونشرب من عيونة. فري عليا غالي أغلى من ضوء العين. ريحة البلاد يابا ورد ورد
اخويا اغلى من العين. من وحشة روحي عليلة مشتاق نزور بلادي، خلوني نشوف العيلة ونشم ريحتك بادي. من وحشة روحي عليلة مشتاق نزور بلادي، خلوني نشوف العيلة ونشم ريحتك بادي. غربة عليا طويلة والصبر نجيبه منين؟ ريحة البلاد يابا ورد وياسمين يابا يابا. ريحة البلاد يابا ورد وياسمين يابا يابا. ريحة البلاد يا اخويا اغلى من العين. ما زلتوا تسمعوا فينا في ريحة البلاد. نرجع بعد الأغنية هذه لمحمد الجاموسي وريحة البلاد يابا ورد وياسمين يابا يابا. إن شاء الله تكون ريحة البلاد ديما ورد وياسمين، وإن شاء الله الليلة نوصلوا لكم ريحة البلاد وين ما كنتم. احنا في كل سهرية إن شاء الله مش ناخدوا عائلة مساكنية تعيش في الخارج، نحاولوا نستضيفوها، نتواصلوا معاها، نجيبوا لها عائلتها الموجودة هنا في مساكن، نحاولوا نربطوا من بيناتهم، نحاولوا نقربوهم لبعضهم، يحكيوا، يسمعوا أخبار بعضهم، يطمنوا على بعضهم. الليلة إن شاء الله مش نسهروا في برنامج ريحة البلاد مع عائلة تونسية مغتربة، مش نحكيوا معها ونشوفوا كيفاش تعيش، كيفاش تقضي وقتها، كيفاش تحيا في غربتها، شني برامجها، شني حياتها اليومية، كيفاش تغزر للمساكن من بعيد، كيفاش ترى الحياة في مساكن من بعيد، شني البرامج نتاعها، ناوية مش ترجع لمساكن، ناوية مش تعمل برامج، ناوية مش تستقر غادي. نحاولوا كل مرة كل عائلة تعطينا أفكارها ونحكيوا معاها ونقربوا العائلات لبعضها ونقربوا المساكنية لبعضهم وين ما كانوا. نمشيو نسمعوا أغنية أخرى نكيد دوريد نالي. الله يلعن بي الغربي شو سويت بحالي، مرة ومرمرت لي قلبي وسرقت مني الغالي. إلا منسافر سنتين ومنرجع عالضيعة، ضاع العمر وبعد حسين ما خلص هالبايعة. ويلي ويلي ويله الله يعين العنده عيله، عايش عالشمعة مهموم عم يتحمم بالكيله. دلة 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 يا تعديري ويا دلة، شو صاير بيا الناس كله عايش بالقلة. ويلي 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 الله يعين العنده عيله، عايش عالشمعة مهموم عم يتحمم بالكيله. ويلي ويلي ويله ويله ويله. مشتاق لأمي وبي وأختك وتيابي، اسمع شي كلمة حنية تنسيني عذابي. سافر شف وبرجع شايف بارتاح شوية، برجع ما بلاقي الحبايب شو صعب يا خاية. هي هالدنيا هي بيجي ناس بتمشي ناس وبتضلها هي. يمي 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 مش قادر انسى همي، مثل خيال بعمري صاير عم يمشي بدمي. هي أما الدنيا هي بيجي ناس بتمشي ناس بتضلها هي.
غربي راجع عالضيعة لقوني، بدي ارجع بوسط ترابها هالارض الحنونة، عيش بهالدنيا وتهنى وضلك عايش راضي، راحت رجعت طلعت نزلت رح تزعل عالفاضي. جنة 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 هالدنيا والله جنة، اسمع مني وريح هالبال وضلك عايش متهني. عني 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 يا غربي حلي عني، فرقتي كل الأحباب وأخذت الغالي مني. جنة 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 هالدنيا والله جنة، اسمع مني وريح قلبك وضلك عايش متهني. جنة 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 جنة. ورجعنا بعد فارس كرم وبعد أغنية الغربة. أغنية مؤثرة برشا يظهر لي. العائلة اللي مش نحكيو معاها الليلة واللي مش نسهروا معاها هي عائلة سي يسري الرايس اللي تعيش في مدينة لوكسمبورغ في ألمانيا. خليونا نتعرف على ضيوفنا الساعة. ألو الو عسلامة. عسلامة. عسلامة يسري. عسلامة. لاباس؟ الحمد لله لاباس. يسري انت ضيفنا الليلة في الحصة الأولى، مرحبا بيك الساعة. وبيك يعيشك عايشك بارك الله فيك. يسري شنو نجمو نعرف عليك؟ والله يسري عايش في لوكسمبورغ، أصيل مدينة مساكن. مرحبا بيك. عايشك عمري 30 عام. عرست في مساكن ومن بعد جيت هنيك لوكسمبورغ. اش عندك تو في لوكسمبورغ؟ عندي تو 7 شهور. 7 شهور كان. احكي لنا يسري كيفاش مشيت، كيفاش كانت الفكرة، كيفاش كانت البداية، كيفاش مشيت للوكسمبورغ؟ والله العظيم معناتها تعرفت على اللي هي مرتي تو على المدام. على المدام فوالا. معك المدام تو؟ معايا المدام. نتعرف عليها. عسلامة مدام. عسلامة. عسلامة يا مدام، لاباس؟ الحمد لله عايشك. نتعرف عليك. إيناس البحري، مقيمة في لوكسمبورغ، عندي 12 عام. فوالا. نرجع ليسري. ايوه كمل لنا يا يسري. كيفاش كانت البداية، كيفاش كانت الفكرة، كيفاش مشيت؟ والله عندي معناتها كيما نقولوا تعرفت على المدام نتاعي، جات الفكرة معناتها وتفاهمنا وعرسنا وكل شيء. لو معناتها جيتي معناتها اوبليجي كيما اي واحد معناتها يعرس مرته معناتها باش يكبر طموحه باش يطلع معها الخارج وكل شيء. كيما عدد كبير من الشباب في مساكن عندنا الحكايه معناها. تعرفت على المدام وهي تعيش في المانيا. تعيش في مدينة لوكسمبورغ على حدود ألمانيا. أنا معناتها تعاونت وعاونتك معناها كان. وجيت لهنيك بحذها باش نكمل معناتها مستقبله وشوف واحد مستقبله وكل شيء. تو أنت كشاب قلت لي عندك 30 سنة. عمري 30 عام. عندك تقريبا نقولوا 6 شهور من مشيت للوكسمبورغ. كيفاش كنت تعيش في مساكن؟ كيفاش كنت معناها تو 30 سنة معناها كارير معناها نتاع شاب على الأقل. كيفاش كنت عايش في مساكن قبل ما تمشي؟ كنت معناتها قريت كما الناس الكل. قريت الانفيرميري في التمريض. حصلت على شهادتي. خدمت بها في مصحات خاصة. ومن بعد كما نقولوا خدمت بها 3 سنين. والفترة هذيك معناتها تعرفت على المدام نتاعي وكل شيء، وكما أي شاب معناتها يطمح باش يخرج لبرا باش يحسن ظروفه ويحسن مستواه ولا حسن فوالا. من هي انت ايوه هي حبيت نقول لك انت من الشباب اللي قراوا وتخرجوا وكانت عندهم شهاده معناها ما كنتش مثلا نقولوا بطال ولا ما. لا كنت معناتها نخدم عادي كيما نقولوا معناتها ما حطيتهاش قبل في مخي ما كي جات بطبيعتها. صار ما كنتش مخمم في فرنسا، ما كنتش مخمم في الخارج نقولوا. لا كنت قلت نقرا روحي ونكمل نشوف مستقبلي في بلادي وكل شيء. وجات الصدفه تعرفت على المدام. الصدفه هذيك معناها كي تعرفت على المدام بدلت برنامجك. فوالا كي نجم تقول لك هيك.
بدل برنامج بحكم اني ما نجمش نجيب المدام تعيش معايا خاطر هي مستانسه معناتها العائله هني وعندها زاده فاميليتها هي هني وكل شيء. فوالا معناتها جيت معناتها اوبليجي باش نمشي بحذاهم وكل شيء، وعباره كاني في دارنا هني زاده لقيت معناتها نسابي فرحوا بيا. ظروف باهيه مواتيه معناها غادي في لوكسمبورغ. فوالا جو لقيت نفس الجو العائلي محسوب ولاباس الحمد لله. لاباس الحمد لله. يسري هو من معناها في الشباب اللي قراو تخرجوا خدموا بالشهاده نتاعهم فتره معينه كما فهمت منك يسري، وصادفت وشاءت الظروف انه يتعرف على المدام ويلتحق بها كما قلت انت ما نجمش تجيبها للمساكن بما انه عائلتها بما انها كانت تعيش غادي التحقت بها. معناها هي الصدفه هي اللي هزتك باش تعيش في الخارج. صدفه فوالا. وكيفاش تشوفها الصدفه هذه؟ صدفه جميله. هي تجربه باهيه معناها. يسري حكينا معك شويه عنا ليك عنا ضيوف حاضرين بحذانا هنيك عنا باش يحكيوا معاك. قول الو ترى. الو السلام يسري. هاو بابا هذا. ايوه انا كان هذا الوالد يا يسري. اي صوت بابا هذا الوالد سي عبد العزيز. اي نزل عنا شكون يحب يقول لك الو زاده. الو ايوه هناك على السلامة. هذه يوم هذه يومك. هذه الوالدة يا يسري. الوالدة هي ربي يفضلهم لي. ربي يخليهم لك. كان فضلهم عليا كبير برشا ما ننساش لاخر لحظة في عمري. اكيد. كيفاش الوالدة والوالد كيفاش عاونوك كيفاش احكي لنا ترى احكي لنا. هو الواحد ما نجمش يحكي على فضل الوالدين ما قد ما نحبوا نكرموهم ما نجمش نوفي لهم جمايلهم، ما نجمش نوفي لهم معروفهم، وكما قلت لك الحاجه الوحيده اللي افتقدتها يعني هي والديا فهمتني. فما لازم فما تضحيه فما حاجه ديما الواحد كما قلت انت قلت الحمد لله لقيت ظروف غادي مواتيه ولقيت دار نسابك تقول عليها مع عائلتك معناها اللي في مساكن، اما ديما فما حاجه ناقصه الواحد ديما تقعد نتفقدوا العائله ديما الواحد امه وابوه معناتها يقعدوا كما نقولوا. الوالده اثرت فيه ساعه واثرت فيها معاها زاد. ما عندكش ياسر انت تو في لوكسمبورغ يسري ولا عندك 6 شهور كرو؟ ما عنديش برشا ما يتنجم تقول عشت بريسك معناتها 30 عام معناتها ديجا في مساكن معناتها مش مشيت صغير. اول مره تبعد على العائله، اول مره تبعد على الوالده والوالد. اول مره اول فتره هذه اطول فتره بعدتها على العائله هذه. صعيبه ياسر ياسر. بالطبيعه الوالده تاثرت برشا الوالده وش تقول لها؟ قل لها حاجه يقول لها كلمها ياسر كلمها. الو يما. الو لبسي بدوي. اي عند امها معناتها كيش يقولوا فيها حساسه برشا وتحن برشا وتحبني برشا سيرتو تحبني برشا فهمت. هذاك علاش نتصورها معناتها تاثرت كيش ما تصور في كل شيء. الام سالوا قالوا لها شكون احب الصغار ليك فهمت؟ قالت لهم المريض حتى يبرى والصغير حتى يكبر والبعيد حتى يعود. ديما الاولاد الام تحب اولادها الكل، ما ديما فما ديما كل واحد عنده بالطبيعه قرابه خاصه اثرت حتى فيها مدام فاطمه لاباس تسمع منك تسمع ويحكي هكا وقال لك ظروف معناها عايش ولاباس والمدام الحمد لله معناها والعائله غادي ولا نساب لاباس الحمد لله. معناتها الواحد كيش يقولوا فيها ما مشاش من غير وراق، ما قعدش ملوح، ما قعدش مطيش. الحمد لله لقيت معناتها العائله، لقيت خدمه لاباس. معناها كي تسمع كيما
الغربة بلادي عزيناك ضيعتنا في الغربة تعدى عمري راح في الغربة تعدى عمري راح في الغربة تعدى عزيناك ما ضيعت مدة عمري وانا ضيعت مدة عمري راح درت الخير في الليل هنا قاسي درت الخير في الليل هنا قاسي والقصير ما يرجع نحاسي درت وما يرجع نحاسي درت الخير عمري راح في الغربة فنادي عمري راح في الغربة فنادي عزيناك ما ضيعتنا عمري راح اللي ما يحب درت الخير في اللي ما يحب درت الخير في اللي ما يحب نصدير ما يرجعش فوضى درت ما يرجعش فوضى درت الخير عمري راح في الغربة فنادي عمري راح في الغربة فنادي عزيناك ما ضيعتنا عمري راح يا الغالب مدة ما ننساك يا الغالب مدة ما ننساك يا الغالب مدة خف الموت ويسلوا المخدة ما ويسلوا المخدة ما ننساك عمري راح في الغربة فنادي عمري راح في الغربة
مشينا سمعنا صليحة في الغربة في الناني خاطر مدام فاطمة تأثرت شوية. خلينا ارتحت شوية مع الغناية. نرجع نحكيو مع يسري. ايوه امك اثرت شويه. عندها حق. قلت لها حكينا تو نسمع في الغنايه، قلت لها الحمد لله تو الوسائل الاتصال فما سكايب تخش عليك بحذاه وتخش عليه بحذاك ولا اي تكلمها ديما انت. نقولوا معناتها مش كي نبدا حاضر كيما نبدا بالسكايب بالطبيعه. والام ديما كاكره، الام ديما متاثره بالطبيعه. والوالد زي سي عبد العزيز. الوالد بالطبيعه ذاك يتاثر. الوالد ما يظهرش كيما الام ولا ما يظهرش ديما الام خاطر اضعف وشخصيتها اضعف. خلى بلاصه يسري كبيره برشا. خاصة أنت قلت لي عندك وليد آخر في فرنسا. أنا زوز الكبار بعد. هو حاضر معنا حمزة الخو الصغير اللي عنده برنامج برامو نتاع هجرة هو زيدة والمدام فاطمة مش قابلة الفكرة بالكل. كيفاش حمزة حابب تخلط على يسري؟ حابب هكا؟ تو مثلا ناخذ رايك اني حمزه نتسائل تو ديما نتسائل تو في عمرك ايش عمرك انت حمزه؟ 18 عام. شنو ريت حمزه باش تخمم باش بزلت راكب؟ علاش تحب تبعد مثلا؟ علاش تحب تهاجر؟ علاش تحب تخرج؟ كما نقولوا هذا بيه يمشي يخرج برا يحصل مستقبل خير من هنا. يعني الواحد لهنيك مش لاقي روحه. مشكلة مشكلة تحب لها قاعدة كبيرة. ايش قاعدة كيما هكا؟ شنو تقول له انت يسري تو الحمزة؟ شنو تقول له تو انت مشيتو عندك 6 شهور وجربت؟ شنو تقول الحمزة يسري؟ اني والله اني ننصحه معناتها كيش يقولوا فيها معناتها صعيبة. الأوروب راهي مش سهلة فهمتني. معناتها مش يجي الواحد ديريكت يلم في الفلوس باش يلقاها معناتها مفتوحة ولا باش يلقى شيء بالسهل. هذا هو الغربة صعيبة. جست معناتها العبد إذا كان يعمل الماكسيموم في بلاده كانوا يقرا يكمل شهادته كيف نقولوا. معناتها ما يمشيش في الظلام معناتها هنا خاطر كيما نقولوا هكا مش سهلة راهي الأوروب. ماكش باش تلقى لا أمك لا أبوك لا أخوك لا حتى حد. واحد باش يعمل على روحه. بالطبيعة معناتها هك تسمعوا تو في الشباب معناتها شطروا غادي كاب من غير خدمة وشطروا حارق وشطروا هارب معناتها على الوراق وشطروا كذا فهمتني. معناتها الواحد كيش يقولوا فيها مادام عنده الفرصة في بلاده معناتها صحيح كما قلت انت جرب للآخر قدم اللي عنده كل للآخر ومن بعد يقولوا الكل لازم يعملها في بلاده. وكان ما ثماش حل معناتها هنا يطلع وكا فهمتني. اما يطلع زاد بحل قانوني زاد. ثم هجرات منظمة ثم مرياج ثم برشا حكايات فهمتني. مش الواحد هنا ركب في بطه ويلزم يوصل بالسيف معناتها. هذه الحرقة اللي العباد الكل تعاني منها. معناتها أخطر حاجة وأخيب حاجة فهمتني. والله يسري نعرفش المدام نحكيو شوية مع المدام. أي ايوا ايناس. نعم. كيفاش انت تو عندك بريود في الخارج؟ كيفاش يسري كيفاش شنو الصعوبات اللي لقاها كيف مشي المره الاولى؟ شنو كيفاش كانت انطباعاته اول ما جي للوكسمبورغ؟ والله اول حاجه نجم نقولها لوكسمبورغ ماهيش كيما فرنسا. معناها فرنسا نتوقعها في نفس نيفو نتاع تونس فهمت. معناها ما فيهاش برشا تطور. وهني لوكسمبورغ بلاد صغيره معناها بلاد غنيه ما فيهاش برشا عرب بلاد منظمه برشا. معناها يسري دوبا ما يجي ما لقاش صعوبات كبيره. ما لقاش صعوبات فهمتني. وانا عندي معناها نجم نعاون برشا. فوالا تخدم انت ايناس؟ نخدم فوندوز. تتعاونوا معناها متعاونين. هو ديجا دخل يخدم زاده فهمت في الانفيرميي دون ان اوبيتال زاده سافا تو بيان الحمد لله. كما تبدا كما هكا الظروف معناها مواتيه ومساعده. معناها المدام عندك كما قلت الجنسيه هو ماشي بوراقه معناها الحق عليك الحقوق كما فهمنا حسب ما فهمت. لكن غادي يبقى الظروف الكل مواتيه هكا. ظروف الكل مواتيه مش كما برشا شباب كما كان يحكي لنا توكا يسري يقول لك يمشي لغادي كي يقعد ما يلقاش خدمه يقعد بطال كما نقولوا يلقى برشا صعوبات. يسري الحمد لله
الحمد لله اون بلوس صادفت اللي هو عنده سي دي بون ديبلوم كيما قال لنا اي فوالا هو ان بون مستوى ثقافي معناها نتاع تونس. كان جي ما عندوش عنده باغ اكزومبل اني راجل اختي يعمل في سي ان بروف دو فيولون ومعناها ما لقى حتى شيء لنا باش ما ساعدوش ولا وبروف دو جيوغرافي في تونس زاد معناها لقاو صعوبة. معناها انت ولا سبيسياليتي، انت ولا الاختصاص نتاع يسري يساعدوا باش يتاقلموا باش يلقى خدمه في ساعه هكا. ساعدوا الحمد لله وي لاباس. نطمنوا مدام فاطمه باش تزيد تطمن عليه. شو تقول لها ايناس؟ شو تقول لها حماتك؟ لا لاباس واني بنتها زاده وان شاء الله ربي يستر. كش نقولوا ولدها في عنايه زاده معناها مش حط شيء. اي ضحكت اوكي باش اطمنت معناها. والحمد لله لاباس. شو تقول لها مدام فاطمه؟ شو تقول كنتك؟ ديما بعضنا والحمد لله. نعم كلمها شنو تقول كنتك؟ قالت لك الحمد لله في عناية يسري وتمنى. بنتي فالته ماهيش كان هذيك بنت، وربي يهنيهم وربي يوفقهم. ربي يسعدهم ويعطيهم بالوقت الطيب. كهو ان شاء الله تمنت عليه مدام فاطمه كهو الحمد لله ربي يهنيهم. تو ايناس معنا سي عبد العزيز. مع بابا عزيز. كلمة بس ايش سي عبد العزيز، اقرب الميكرو. يا نوسة نحالك لاباس عاش بنتي خليك. والله سافا بيكس الحمد لله. اش عاملة؟ ناقص كان انت هني وحداك. هيك بدي انت بعدك. تحبوا يكملوا سي عبد العزيز ولا فاهمة؟ تقدروا حدا؟ نعم تقدروا حدا بلاش مالي. لا لي مو يجاو الكل هني بحذايا. ابعث لنا ستافيت. ما تحب ضيفكم ايناس. عندكمش برنامج نتاع مروح انتوما تروحوا لهم في العطله عادي ايناس؟ عندكمش برنامج في الصيف؟ والله سي بريفو ان شاء الله لو 18 باش نهبط لتونس ان شاء الله. ما نعرفش 18 اوت قالت لي مدام فاطمه. باش تعطوا مع بعضكم؟ وما نعرفش سي راجلي معناها عنده معناها كونجي ولا اني عندي كونجي فهمت. معناها باش نروح جمعتين هو سي با انكور سيور فهمت. وحتى مش نروح ما نقولش لما فاطمه نحبها سيربريز. ان شاء الله يروح لها مدام فاطمه وان شاء الله تفرح بها خاطر متاثره برشا بالسفر والخرجه نتاع يسري. قد ما حاولنا معناها نطمنوها. ضحكت هي ضحكت كي سمعت كلامك ضحكت يا ايناس. فرحناها ان شاء الله بهاللمه وهذه وبهالقعيده هذه نكونوا ونسناكم انتم غادي في الغربه. تشموا من عنا ريحه البلاد وان شاء الله باش تلقى عنا برشا برامج في راديو مساكن. برامج باهيين وطياره وتقرب لكم ريحه البلاد وتعرفكم باخبار مساكن وباخبار العيله وباخبار المالي هني في مساكن. بالطبيعه شيء يشرف هذا. فرحت بها الإذاعة. تسمع فيها ولا الساعة يسري؟ كيفاه؟ تسمع فيها ولا الساعة إذاعة راديو مساكن؟ أي تسمع فينا غادية عن طريق أختي. ما أختي معكم هذاك علاش باهي. تولي تسمعها إن شاء الله على الفيم قريب. مش تولي على الفيم لما حالا تقعدوا تسمعونا أنتم على الإنترنت خاطر على الفيم كان هكاية على الإنترنت احنا. يسري اي شنو تقول لامك والبوك والحمزه حاضرين معنا تو خاطر مش يخليونا توكي؟ شنو تقول لهم؟ والله لام وبابا نقول لهم ان شاء الله كيش يقولوا فيها ربي يفضلهم لي وربي يخليهم ونحب نطمنهم عليا وما يخموش عليا خاطر سي ديجا معناتها الواحد كبير ويفهموا بشهادته وقاري. تعرف الوالدين يا يسري ماك تعرف الوالدين ما يبطلوش في تخمام راهم. بالطبيعه معناتها مازلت مادامني معناتها مانيش بحذاهم مادامهم ديما يخموا مادامهم كذا فهمتني. اما نحب نطمنهم ونقول لهم لاباس الحمد لله وبحول الله معناتها فما كان الخير بكاو ان شاء الله. فما كان الخير ان شاء الله. سلام عليهم سي غدرونا تو. سلام عليهم. نسلم عليهم. يا بسلامة. سلام عايش ولدي. شو تقول له مدام؟ شنو تقول له يسري؟ شنو توصيه؟ سلامة ورد بال على روحه وربي يهنيهم. هكا فايدة. يوصي سي عبد العزيز شنو تقول له؟ حالكم
عايشك ربي يطول لنا في عمرك. عايشك يصلح في حالكم ويكثر ميلكم وليدي بعد عليكم بنات الحرام ولاد الحرام. أحلى الدعوة. عايشك رجعتني تقبلوا تربحوا. عايشك بارك الله فيكم. ورد بيك يا روحك ورد بيك. بيك يا روحك وديما كلمني عايش ولدي. ان شاء الله ان شاء الله. ديما سخيف محنا. ديما كلموني عايش ولدي. ان شاء الله بالطبيعه ان شاء الله. حمزة شنو تقول اخوك يا حمزة؟ انت ما حكيتش ياسر. وخلي لي بلايصة وحدك هيك نجي. لا مانيش باش نبعث والله. فاطمة شو خليتك تخرج؟ شدوا من فاطمة قربتوا نكاب بحميجة. هذاك باش يقعد بحذانا يحللين الباب ويخرج. ان شاء الله ان شاء الله. البنات يعرسوا ويقعد بحذانا. ان شاء الله ربي يعطيهم بالوقت. طيب اسمع كلام الاخبار باهي مدام فاطمة. عايشك امين. عايشك مدام فاطمة. بسلامة بايا. بسلامة عايشك بسلامة. عايشك في امان الله. بسلامة عايشك. لا اله الا الله. ابيانتو ان شاء الله. عايشك يا ايناس بسلامة. ميرسي عليك. بسلامة يا ايناس. نعم بسلامة عايش بنتي. سلامة عايشك يا فاطمة. باي باي سلمى على الجميع. باي باي. بسلامة. أنا مسافر أنا مسافر يا أمي ودعيني انقليني وبحنانك زوديني قالوا بعطف الأم تترضي علي وإذا بهجري جرحتك سامحيني يا أمي. أنا مسافر يا أمي ودعيني انقليني وبحنانك زوديني لك بعطف الأم تترضي علي وإذا بهجري جرحتك سامحيني يا أمي. أنا عرفان دمعاتك سخية أنا عرفان دمعاتك سخية لك لا تبكي يا حنوني لا تبكي يا حنوني بتجرحيني يا أمي أنا عرفان دمعاتك سخية لا تبكي لك لا تبكي يا حنوني بتجرحيني يا أمي. يا أمي بعود وصيكي وصيين لك للأصحاب وديني تحية وعن الجيران تبقي طمنيني يا أمي عن الجيران تبقي طمنيني عن الجيران تبقي طمنيني لك يا أمي عاك المصطبي لا تنطريني يا أمي عاك المصطبي لا تنطريني لك قبل النوم تبقي من عشي
صلي المسبحة صلي المسبحة وفيها اذكريني يا أمي. يا أمي كل ما تسألك عني صبي ابنك وين عنوانه واعطيني. إلي لا راح إلي لا راح إلي لا راح سافر يا بنيتي ما بعرف وين حملي تسفيني بعد ما غاب ضيفه عالي. أتاني بصوت بهز السفينة يا أمي قد ما كنت تترك ضيعتنا يا بي ولو انك مانك مصدق يميني بكرة الظل يا أمي عحيي وياخدك شاهدك وتشاهديني. بكرة الظل يا أمي عحيي وياخدك شاهدك وتشاهديني. وكرامة عينك وراية وطننا كرامة عينك وراية وطننا. أنا راجع يا أمي انطري. رجعنا بعد غنية جورج وسوف أنا مسافر يا أمي. وكانت عائلة يسري غادرتنا سي عبد العزيز ومدام فاطمة خوه حمزة. كانت اللمة حلوة برشا رغم اللي مدام فاطمة تأثرت ياسر كي سمعت صوت ولدها وحكيت معاه. احنا كما قلنا تو وسائل الاتصال الحديثة كما تليفون وخاصة سكايب ولا يقرب ياسر المسافات ويقرب العباد من بعضها. ورغم هذايا للبعد وللغربة ديما تأثير وقع على العباد وعلى الأقارب وخاصة على الوالدين. مازلتوا معنا في ريحة البلاد ومازلتوا تسمعوا فينا على www.radiomsaken.com. مازلنا نحكيو مع يسري ومع المدام تاعو. يسري الو يسري كي نحكيو شويه على الحياه اليوميه في لوكسمبورغ. كيفاش تعدي كيفاش تقضي النهار كيفني الحياه اليوميه كيفاش شنو الحاجات اللي تبدلت عليك غادي كان تحكي لنا شويه. والله هني الحياة معناتها الريتم نتاعها أقوى شوية من البلاد. كيفاش مثلا؟ هني كل شيء معناتها سري كل شيء بالوقت كل شيء معناتها كما نقولوا أبسط حاجة حتى أوقات البيسات أوقات كذا معناتها إذا كان توخر دقيقتين ثلاثة ما عادش تلقى بيس. تراتي البيس. باش معناتها كما نقولوا منظمة برشا فهمتني. احنا نقولوا الوقت في كل بلاصه نقولوا الوقت تبدل ديما الواحد يجري. انت كي مشيت لغادي لوكسمبورغ لقيت الريتم اقوى برشا من الحياه اليوميه العاديه عندنا في المساكن. تاقلمت يسري لقيتش صعوبه من اللغه مثلا التعامل مع العباد كيفاش؟ والله من الاول لقيت صعوبه كبيره في التاقلم من الاول بالطبيعه خاطر مش كيما معناتها واحد بلاد كي مساكن كيما يجيني البلاد في الغربه وفي الاوروبا وكل شيء. الافونتاج الحاجه الوحيده معناتها لقيتها يمكن مساعده انهم يحكيوا لغتهم الثانيه هي اللغه الفرنسيه. اللغه الاصليه اللغه البرينسيبال من اللغه الاصليه هي لا لونغ لوكسمبورجواز. هي معناتها تشبه برشا اللغه الالمانيه ما ماهيش لغه المانيه معناتها كيما نقولوا المان مكسر شويه فهمتني. فهمتك معناها بحكم قربها هي على الحدود الالمانيه الفرنسيه. اللغه الثانيه هي الفرنسيه. اللغه الثانيه هي الفرنسيه فهمت. بحكم انه الواحد معناتها في البلاد معناتها قرا بالفرنسي معناتها جاب ربي معناتها ما لقيتش صعوبه حتى لقى روحه معناها فوالا لقيت روحي مش 100% مي سافا نعدي روحي. احنا في تونس كنا نحكيو فرنسي المساكنيه خاصه نحكيو فرنسي يتاقلم كي يمشي لفرنسا ولا كي يمشي يسلك روحه طبيعه. تو الخدمه كيفاش يسري؟ الخدمه والله شو نقول لك معناتها كيما قلت لك من بكري كي معناتها
تحصلت على دبلومي معناتها في كيما نقولوا في توصف ساكن في الانفيرميري كما قلت لي تمريض في الانفيرميري. مي جوست هني ثم حاجه وحيده انك لازم تعمل الايكيفالونس نتاع الدبلوم تاعك. هما يقولوا هني لومولوغاسيون معناتها لازم دبلومك هما يستعرفوا به زاد لازمك تعدي ان اوتر كونكور فهمتني باش معناتها تدخل تخدم به هنيك. والحمد لله معناتها عطاوني معناتها دات قمت بالخطوات قمت بالاجراءات هذيك قمت بالاجراءات هذه الحمد لله معناتها كيما نقولوا لقيت شكون معناتها مساعدني ولقيت شكون وقف معايا نصحوني وجهوني ومشيت حتى كيما نقولوا للمكاتب العموميه وشفت الكتب نتاعهم هنيك وقريتها ولاباس في ظرف وجيز والحمد لله. يعني حسب ما فهمت انت الدبلوم نتاعك ولا المستوى الدراسي نتاعك عاونك برشا في الغربة. عاوني برشا يعني معناتها نضمن لك كان جيت معناتها من غير دبلوم ومن غير حتى شيء سيرتو هني في لوكسمبور معناتها مش تتعب شويه فريمون فهمت. يلزمك اوموان شهاده يلزمك دبلوم في اي حاجه باش تدخل معناتها تخدم بها باش تنجم تبدا على قاعده صحيحه معناها نقولوا احنا وعلى باز صحيحه وكل شيء معناتها تبدا حياتك واضحه من الاول. والمدام تخدم؟ وهي المدام تخدم وفات معناتها خرجت وما زالت ما جاتش فهمت. علاش متواجده معك تو؟ لا تو لا. باهي يسري معناتها تو كي تبدا المراه تخدم والراجل يخدم في الغربه كيفاش اوقاتكم كيفاش تتلاقاو في فطور ولا تتلاقاو كان بعد الخدمه في اخر النهار كيفاش الحياه اليوميه نتاعكم؟ اعطينا فكره ترى. سا ديبون يعني عندي المدام معناتها تخدم من الصباح وتروح كان في العشيه مؤخر واني كيف اني مره نخدم فتره صباحيه مره مسائيه معناتها كان روحت معناتها نص النهار الاول معناتها هاني كيفاش يقولوا فيها معناتها هنيك فما كان خلت لي ماكله من الليل ولا كان ثم كيما نقول لي بيتزا كونجولي ثم لي ساندويتش تو هاني الواحد يفطر وحده فهمتني. سينو نتلاقاو في اخر النهار وبرا بريسك كيما في البلاد تبدا المراه تخدم والراجل يخدم بريسك كيما هكا ولا لا؟ اي كيف ما في النقطه هذه محسوب كيف باش نسالك على حاجه اخرى على عديت عيد في لوكسمبورغ؟ والله شو نقول لك بالنسبه لحد الان عيدنا معناتها عياد نزلت كيما نقولوا ما عديتش حتى عيد البرا. اما عيدت اعيادهم هما كيما نقول لك معناتها ريتهم برا عندهم برشا اعياد هني كي فات. بالنسبه للفتره هذه معناتها عندهم بما يسمى عيد الباك هما يسموه الباك صلوا فيه هما ياخذوا دي كونجي ويفرحوا ويعملوا كل الكرنفال في الشارع يتو فهمت. انا الواحد يحضر ويشوف من بعيد وبرا يشوف يواكب معناها الحياه اليوميه نتاعهم باعيادهم باحتفالاتهم بالحياه اليوميه الكل. هني ناس معناتها منضبطين برشا بالنسبه كيما نقولوا عندهم سبت واحد ما يخدموش عندهم الصلاه نتاعهم ديما نهار الاحد في الكاتدرال نتاعهم وكل شيء معناتها ناس مواظبه على دينهم على كذا. ما كيما قلت لك معناتها اني معناتها ديما من بعيد ديما نغزر من بعيد ونشوفوا برا فهمتني. فهمتك. يعني حبيت نشوف مازال جاي رمضان وجاي العيد وجاي ما نعرفش المدام قالت يظهر لي مش تروح هي عندها معناها برنامج نتاع مروح في الصيف وانت يا ما مش تقعد كيفاش تشوف كيفاش مش تعدي تو رمضان مازلنا عليه تقريبا شهرين ولا 3 بالطبيعه. والله مش باش نقول لك اني من تو معناتها نخمم فيها الحكايه معناتها كيما تعرف رمضان البلاد وحده وعيد البلاد وحده فهمت مش كيما في الغربه تصنيف الوالده والليل نتاع الوالده في رمضان خاصه ونهار العيد الواحد يتلم مع الفامي ويتلم مع الاحباب. لما رمضان ما تعوضش معناتها بحتى شيء فهمت الجو العائلي وكل شيء. انت مش تعدي اول رمضان في الغربه المره هذه؟ بالنسبه للبرنامج لحد الان معناتها مش نعدي هني فهمت. الى ان ياتي ما يخالف ذلك كما يقولوا. الى ان ياتي ما يخالف ذلك ان شاء الله. هي قالت المدام قالت ما عندوش ما نجمش ياخذ كونجي خاطر مازال وين تخلي يخدم جديد. ولا مش نشوف هذاك علاش كان عطاوني كونجي هاوني سينو مسترسل هني وبرا. زايد كيفاش لازمك تسلك يا يسري. هو الواحد كان منضبطين برشا فهمتني. هو ديما انت عندهم كيما نقولوا بالنسبه للخدمه لازمك تعمل 6 موا دي سي من الاول لازمك كذا معناتها لازمك تغيب لازمك كيما نقولوا تحاول تثبت روحك وتفك بلاصتك فهمت. لازمك تثبت الكفاءه نتاعك بحضورك باش تقول معناتها عندي كونجي ناخذ كونجي تو ولا حاجه فهمتني. ان شاء الله الكونجيات الخدمه هي معناتها تتصرف ومعناتها تحكم فينا مش احنا نحكموا فهمت. هذا هو تو انت في البدايه معناها الواحد لازم يضحي شويه لازم يفك بلاصته من بعد كاش كل شيء يجي الكونجي والمرواح وكل شيء يجي بعد ما سيرش. ولو انه الوالده ماذا بها ركا
كيما اي ام كل ماذا بها كل عيد وكل لما وكل فرحه يبدا اولادها كل بحذاها وكل شيء فهمت. يدوم حال ان شاء الله. بحول الله ما ان شاء الله ما يدوم حال. توكي نمشيو نراوحوا شويه نسمعوا. عندكش طلب ساعه يسري تحبش تسمع حاجه نحطوها لك نسمعوها لك ليك انت؟ والله شنو نقول لك هو برشا 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 غني معناتها الواحد متوحش كيما نقولوا هني. اما كيما تقول الحمد لله الانترنت هنيك ما عاد حتى شيء صعيب. فهمتني فوالا ما عاد حتى شيء صعيب. فهمتني بالنسبه للغناء خليكم انتم الاختيار بالطبيعه. نختاروا لك ان شاء الله. احنا كنا سمعنا غنية جورج وسوف انا مسافر يا امي. ان شاء الله تو مش نسمعوك ان شاء الله هو يا يونس سافر يا حبيبي وارجع تقولها لك هذه الوالده. نسمعوا هو يا يونس ونرجعوا مع يسرية. اوكي داكورد. سافر يا حبيبي ورجع لا تطول ضل الغيبة. سافر يا حبيبي ورجع لا تطول ضل الغيبة. والدار بعدك أظلم والله أعطاك الهيبة يابا والله أعطاك الهيبة. سافر يا حبيبي ورجع لا تطول ضل الغيبة. والدار بعدك أظلم والله أعطاك الهيبة يابا الله أعطاك الهيبة. قلبي يحبك ويريدك وش طالع بيدي وبيدي. قلبي يحبك ويريدك وش طالع بيدي وبيدي. ما ادري محبة من الله ولا برادي تعاضيدي ولا برادي تعاضيدي. سافر يا حبيبي وارجع لا تطول ضل الغيبة. والدار بعدك الله الله أعطاك الهيبة يا الله أعطاك الهيبة. وأهلي وربعي يا حبيبي على حبك عادوني. وأهلي وربعي يا حبيبي وعلى حبك عادوني. ولو يسقوني من الحنظل وعنك ما يبعدوني وعنك ما يبعدوني. سافر يا حبيبي وارجع لا تطول ضل الغيبة. والدار بعدك الله الله أعطاك الهيبة يابا الله أعطاك الهيبة. لا تقرب لي نلقامي حلاتي ضمري نزلوفي. لا تقرب لي نلقامي حلاتي ضمري نزلوفي. حارم علي الجيزة ما طول عيني تشوفي ما طول عيني تشوفي. سافر يا حبيبي وارجع ما تطول ضل الغيبة. والدار بعدك الله الله أعطاك الهيبة يا الله أعطاك الهيبة. الله يسامحهم هالي
فرقوا بيني وبينك والله يسامحهم هالي فرقوا بيني وبينك وانا اعطيتك عهد عيني ما تفارق عينك وعيني ما تفارق عينك. سافر يا حبيبي وارجع ما تطول ضل الغيبة والصار بعدك الله الله اعطاك الهيبة يابا الله اعطاك الهيبة. سافر يا حبيبي وارجع لا تطول ضل الغيبة سافر يا حبيبي وارجع لا تطول ضل الغيبة والدار بعدك أظلم والله أعطاك الهيبة والله أعطاك الهيبة. أغنية هيام يونس سافر يا حبيبي ورجع تزنا المحور الثالث في حصتنا اللي هو البرامج المستقبليه اللي تو كل حد يسافر ولا ياخذ الخطوه هذه باش يخرج الخارج ويكون روحه ولا يحسن من الظروف نتاعو لازم عنده برنامج عنده تخطيط للمستقبل. نشوفوا مع يسري شنو البرامج اللي حاططها قدامه شنو البلان اللي عامله روحه باش يتبعوا شنو ناوي يعمل في المستقبل. يسري نعم يسري سمعتنا نحكي كما قلت لك اللي يسافر ويتغرب ويخرج الخطوه هذه باش يخرج للخارج ديما عنده برنامج في مخه يحب يعمله. انت علاش قلت تخذيت الخطوه هذه؟ خاطر تعرفت على المدام وظروف والصدفه هي اللي خلتك تخرج لبرا. شنو برامجك؟ شنو تحب تعمل؟ شنو تشوف؟ كيفاش تشوف المستقبل نتاعك انت يسري؟ والله كما قلت لك معناتها بكري معناتها الواحد كما نقولوا ديما يطمح المخير ديما باش يحسن وضعيته الماديه ووضعيته الاجتماعيه فهمتني. هذا الهدف الاساسي نتاع اللي يتغرب الكل اكثريه. والواحد كما نقولوا بطبيعته معناتها جاته يحب كما نقولوا يتعرف على عباد جدد يتعرف على حضارات جديده يعرف العباد كيش تعيش يعرف العباد كيش تتصرف ويتعلم منهم فهمتني ويكتسب منهم خبراتهم خاطر كما نقولوا هنيك ناس معناتها منضبطين برشا ومنظمين برشا وعندهم كلمتهم وافكارهم معناتها باهيه فهمتني. ناحيه الدين على شيره كما نقولوا الحاجات الاخرى معناتها ناس هني خدامه فهمتني. تراهم معناتها بكرهابهم بديارهم بكل شيء فهمتني. يولي الواحد ماذا بيه يمشي على الطريق اللي يمشيوا عليه هما يتبعهم يتبعهم ديما في الحاجه الباهيه في المونتاليتي نتاعهم في الحاجات الباهيه كما قلت انت حاول ياخذ منهم الحاجات الباهيه فوالا ياخذ الحاجه الباهيه ويخلي الحاجه المشومه اكوتي معناتها يعني الواحد ديما يقولوا كيش يقولوا فيها ديما يرضي ربه ويتبع معناتها دينه ويتبع النية الصحيحه. هذا اللي شفته واللي عينته انت والفكره اللي خذيتها على العباد اللي عايشه غادي في لوكسمبورغ معناها الاهالي نتاع لوكسمبورغ. انت مثلا مبرمش عندكش مثلا فكره انك بعد ما تحسن ظروفك وتعمل ما خير انك تروح لمساكن انك تعمل مشروع في مساكن ولا ناوي؟ هذيك هي الفكره الاساسيه كما نقولوا. الواحد معناتها يخلي يخدم تو يخلي شويه فلوس كوتي معناتها يبعث من بعد البلاد يشري معناتها ياخذ ارض يحل مشروع فهمتني معناتها يبني داره مستقله وكل شيء وخاطر مهما يقولوا بلادك كما نقولوا فهمتني. هذا هو معناها البرنامج بتاعك انك ان شاء الله بالطبيعه باش تبني في البلاد كما نقولوا احنا المساكنيه الكل يحبوا فكره الدار والكرهبه والفلوس هكذا فهمت. بالطبيعه ما نعرفش مازال يسري نعم اللهم صل على نسيت السؤال. فماش مازال ما فماش صغار. اش قلت لي؟ قلت لك مازال ما عندكش صغيرات مازال ما فماش صغار. ما زلت ان شاء الله بحول الله كما قلت لك الواحد هي الساعه يستقر يركح روحه الساعه والله يركح روحه يوضح اموره بالكدا يوضح امورهم بعد الصغار يجوا بطبيعتهم بحول الله. تو مثلا صغارك بعد كيفاش ترى روحك كيفاش ترى مش تربيهم كيفاش تخطط لهم ما نعرفش نتصور عندك تصور ولا؟ بالطبيعه اني ما نكذبش عليك معناتها الصغار هنيك حسب ما ريت معناتها مش يقراو هني لغه البلاد هنيك هي لغه لوكسمبورجوازيه فهمتني مش يقراو هني في المدارس هنيك مش يتعلموا مش ياخذوا الحضاره هنيك مي اني دان كوتي اني ولا امهم معناتها مش نحاولوا معناتها نقربوا لهم ثقافه البلاد نرجعوهم للاصل معناها نحاولوا هما هنيك جدودهم لا في مساكن وكل شيء نروحوا بهم ان شاء الله بحول الله في كل عطله
باش يعرفوا بلادهم زاده، باش يعرفوا اصلهم، امهم واصل بيهم. ديما نحاولوا نرجع بهم صحيح، ديما نحاولوا نرجع بهم ناس صغار، تخمم انك ترجع بهم لاصلهم، للمساكن، للعادات، للتقاليد، للدين، للتربيه، للغه. بالطبيعه خاطر الواحد ما ينكرش اصله كما نقولوا فيها وفضل كبير معناتها كما نقولوا بلاده هي بلاده زايد معناتها هكا هو الواحد ماله بلاده هي بلاده. احنا مساكنين نحنوا ديما مهما يبعدوا مهما يتغربوا يحاولوا ديما يلوجوا على ريحه البلاد. هكا علاش عملنا لكم احنا هو ريحه البلاد باش ديما نوصلوا لكم ريحه البلاد وين ما تكونوا، وديما نربطوكم بمساكن وبالاهل وبالعائله ان شاء الله في البرنامج هذا وفي الاذاعه ككل. بارك الله فيكم، برنامج حلو برشا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله عدينا مع بعضنا وقاية حلو ان شاء الله. وصلنا لك ريحه البلاد يا يسري. عايشك والله، خاصه اللقاء مع الوالده كان والوالد. عندي مده ما حكيتش كيما هكا معناتها لغه المساكنيه بالطبيعه. انت تتسمى ما عندكش ياسر متغرب يسري، خاطر فما ناس عندها ما كيما نقولوا اغزلي، خاطر كيما قلت البلاد هذه ما تلقاش فيها توانسه بالكل، ما تلقاش فيها ياسر توانسه، ما تلقاش فيها ياسر مساكنيه بالحق، ما تلقاش بالكل. فهمتني كلك معناتها ماروكان ولا هذاك هو كعبتين وكعبه معناتها فهمت. جيلي المساكنيه ماهيش موجوده برشا غادي، خاطر اني تو البلاصه معناتها نسكن فيها لوكسمبور معناتها ديجا بعيده على فرنسا 1100 كيلومتر فهمتني، معناتها جاي في السوميل فوق فهمتني، معناتها ديجا بعيده فوق 50 كيلومتر ولا اكثر فهمتني، معناتها التوانسه هني صعيب شويه فهمتني. رار باش تلقاهم ان شاء الله. احنا المساكنيه متواجدين اكثر في فرنسا، في الجاليه المساكنيه الكبيره الكل متواجده الاكثريه في فرنسا، في باريس، في نيس، في السواحل الجنوبيه لفرنسا اللي قريبه اكثر لتونس. اما الواحد كما نقولوا يحصل له الشرف كيما زاد يمثل بلاده ساعات في بلاصه اخرى. ان شاء الله يا يسري، ان شاء الله تمثلها على احسن ما يكون. ان شاء الله عايشك ان شاء الله. ان شاء الله هو راديو مساكن تو على الترواد بالفيت تنجموا تسمعونا في كل بلاصه، نجم تشم ريحه البلاد من خلال الاذاعه هذه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. يسري نعم. انت التجربه نتاعك كانت واضحه بما انك قريت ومشيت بشهادتك ومشيت معناها امورك واضحه بالاوراق وكل. لو كان معناها شنو الرساله اللي تنجم توجهها للشباب اللي يخمم في فرنسا، اللي يخمم في الهجره ككل مش فرنسا برك، شنو الرساله اللي توجهها لهم من خلال راديو مساكن؟ والله باش نقول لهم معناتها الأوروب راهي ماهيش كيما نقولوا جنة كيما كنا. أنا واحد من الناس اللي كنت نحسبها جنة فهمتني، باش ما نلومش عليهم مي سيت كيش يقولوا فيها بعيد كل البعد معناتها راهي صعيبة. يلزمك مش كيما تحلم بها، كيما يحلموا بها، كيما مش يلقاوها. بالطبيعة يلزمك بأوراقك، يلزمك معناتها تبدا امورك واضحه فهمتني. ابسط حاجه حتى هنيك تو البلاصه نسكن فيها تو عندنا 6 ولا 7 شهور ديما في الموانزه موان 6 موان 7 حتى في الطقس الواحد يتعب حتى الطقس مختلف علينا معناها تستحيش تستمش اصلا فهمت. والله العظيم الواحد يقول كيكه باش يفدلك برا، اما الرسمي معناتها راهي صعيبه وكيما صعيبه، والواحد يحاول يعمل الحلول الكل في بلاده قبل ما يطلع لفرنسا. كما قلنا من بكري معناها ماذا بيك تدق البيبان الكل وتكون عندك انت كي تخمم في الهجره تكون عندك على الاقل حاجه ماشي بها، عندك دبلوم، عندك صنعه في يديك، عندك حاجه معناتها مشيت امور واضحه. اما ما ننصحش وما نشجعش على الهجره الغير معناتها الغير قانونيه والحرقه وكل شيء. كان معنا حمزه قال لك اني مشخط عليك شنو تقول له حمزه؟ قلنا له لوح عليك ودق البيبان كل الساعه. لا هني يقولوا راهو زايد معناتها هني لوكسمبور راهي صعيبه برشا، مش كيما فرنسا تنجم تخدم في النوار، تنجم معناتها تقعد حتى من غير اوراق. هني راهو برشا معناتها كنترول بابي بارتو معناتها في الكيران في يجيو ساعات حتى يدق عليك في الديار. هنيك عارفه محاكم معناتها صعيب برشا، يدق عليك حتى في الديار معناتها يشوفوا مرة نسمعها الحق. فهمت معناتها امور هنيك جديه برشا فهمتني، معناتها ما عندكش اوراق ما تنجمش تعيش فيها فرانشمون معناتها. ان شاء الله ربي معاك يسري. عايشك بارك الله فيك. عايشك. نمشيو تو كان نرتاح شويه نسمعوا اغنيه اخترناها خصيصا ليسري. فيروز راجعين يا هوا، ان شاء الله ترجع قريب وتفرح الوالده وتحل عليها الباب كما قالت هي. ان شاء الله نسمعوا فيروز ونرجعوا. داكورد ان شاء الله.
زهرة المساكين راجعين يا هوا على دار الهوى على نار الهوى راجعين راجعين يا هوا راجعين يا زهرة المساكين راجعين يا هوا على دار الهوى على نار الهوى راجعين من ودع زمان من روح لزمان ينسانا على أرض النسيان من ودع زمان من روح لزمان ينسانا على أرض النسيان من قول رايحين من كل راجعين على دار الحب ومش عارفين من قول رايحين من كل راجعين على دار الحب ومش عارفين راجعين يا هوا على دار الهوى على نار الهوى راجعين راجعين يا هوا راجعين يا زهرة المساكين راجعين يا هوا على نار الهوى على نار الهوى راجعين مغرور يا هوا مغرور يا حبيبي يا وردي على سور مغرور يا هوا مغرور يا حبيبي يا وردي على سور نحن العاشقين على طول عاشقين وانتو بليالينا عايشين نحن العاشقين عاشقين عاشقين انتو بليالينا عايشين راجعين يا هوا على دار الهوى على نار الهوى راجعين راجعين يا هوا راجعين يا زهرة المساكين راجعين يا هوا على دار الهوى على نار الهوى راجعين فيروز كنا نسمعوا فيها خصيصا اليسري. ما زلتوا معنا في ريحة البلاد على www.radiomsaken.com. نعطيو الكلمة اليسري. يسري ايوه شنو تحب تقول يسري تو؟ والله شو نقول لكم بارك الله فيكم على البرنامج هذا غير حتى نسيا وبالحق انكم معناتها رجعتوني هيك المساكن ومعناتها احنا هذاك الهدف نتاعنا ان نرجعوكم للمساكن ونقربوكم للعائله وللمال ولريحه البلاد.
اي كيما نقولوا معناتها تاثرت شويه معناتها بالبرنامج، خاطر كيما نقولوا جبتوا لهم وجبتوا لي معناتها امه وبابا في الاستوديو وتاثرت كيفاش شريت معناتها امها حكيت هكا وكل شيء كي توحشت. الام ديما تتاثر برشا بعد ولادها يا يسري. حتى البو راهو ما ناخذوش ما نتعداوش على حق البو، حتى الوالد كان متاثر شويه. وات سامحوني نسيش يسري. قلنا يسري حتى الوالد كان متاثر برشا كي يسمع صوتك وكي حكينا على الخرجه، كيفاش خرجت، كيفاش اول مره تبعد عليهم واول مره كما قالت امك قالت 6 شهور ولا 7 شهور تعداو عليه تخش عليهم 6 ولا 7 سنين. احنا ان شاء الله حاولنا قربناكم من بعضكم، حاولنا لميناكم انا لما باهيه قاعده باهيه، حاولنا نوصلوا لكم ريحه البلاد ان شاء الله. عايشكم الله فيكم والله. كما قلت أمه معناتها النهار قاعدة بعد الدنيا غربة وكل شيء معناتها. الغربة أصعب حاجة راهي الغربة. ما إن شاء الله ما يدوم حال يا يسري، وإن شاء الله مستقبل باهي نقولوا لك، وإن شاء الله بون كوراج وبون شانس وبارك الله فيك زاد أنت على هالقعيدة وهاللمة. عايشكم بارك الله فيكم على البرنامج، وإن شاء الله نتابعكم ان شاء الله تقدمي تسمعنا على www.radiomsakn.com ان شاء الله. عايش ان شاء الله. اوكي يسري، نقول لك بسلامه. بالسلامه. نعيش يسري بسلامه. سلامه. اذا مستمعينا كانت هذه سهرتنا الليله مع يسري ومع المدام تاعو من مدينه لوكسمبورغ من المانيا على الحدود الفرنسيه الالمانيه. كانوا معنا العائله، كانت معنا العائله نتاع يسري، كان معنا سي عبد العزيز وكانت معنا مدام فاطمه والد يسري، وسي عبد العزيز والد يسري واخوه الصغير حمزه. استمتعنا ياسر بالقعيده معاهم، غادرونا هما للاسف خاطر عندهم ارتباطات. كملنا السهريه نتاعنا مع يسري وحدنا. ان شاء الله نكونوا امتعناكم، وان شاء الله تكونوا خذيتوا فكره على برنامجنا. كما شفتوا برنامجنا ريحه البلاد، قعيده لما نجيبوا فيها عائله والا واحد مهاجر وحده مثلا، والا عائله كامله مهاجره، ناخذها نحكيو معاها بالتليفون، نجيبوا لها هني في مساكن في استوديو، والا جاز بالتليفون نجيبوا لها العائله نتاعها، نجيبوا لها حد من الاقارب، نجيبوا لها حد من المعارف، نعملوا قعيده نحكيو مع بعضنا، نسترجعوا ذكريات، نشوفوا التجربه كيفاش كانت البدايه نتاعها، نشوفوا الحياه اليوميه نتاع العائله المهاجره هذه، كيفاش تعدي اليوم نتاعها، كيفاش تعدي الاوقات نتاعها، كيفاش تاقلمت مع البلاصه اللي تعيش فيها. نشوفوا زاد شنية برامجها المستقبليه، لشنو تخطط. فماش عوده نهائيه للمساكن، فماش برامج تحب تنفذها في المساكن، فماش مشاريع. هذا الكل تلقاوه في برنامجنا في ريحه البلاد. اللي يحب يكون ضيف بحذانا نقولوا له مرحبا بك. تنجم تتصل بينا على 73 31 35 99. تنجم تتصل بينا زاد على الباج فيسبوك نتاعنا ريحه البلاد. تنجموا تخليوا اقتراحاتكم، كان عندكم اقتراحات في الحلقات القادمه ان شاء الله. مش يكون عندنا مسابقه، والمسابقه هذه فيها جائزه. الجائزه هذه باش تكون ويكاند فوتيل ان شاء الله للعائله اللي موجوده في مساكن. نقترح عليهم احنا المسابقه، يجاوبونا ونعطيوهم ان شاء الله تكون عندهم جائزه ويكاند فوتيل ان شاء الله. المره الجايه نقول لكم بالتفاصيل، نعطيكم التفاصيل الكل. نستناو اقتراحاتكم، نستناو نقدكم، نستناو مداخلاتكم زاده، ومرحبا بكم. كانت معكم كلثوم من امام الميكرو، كان معكم دريد في الكوتي تكنيك. نقول لكم على خير، ونخليكم تسمعوا غنية محمد عبدو على البال. على خير. على البال كل التفاصيل، على البال وأحلى التفاصيل، على البال على البال كل التفاصيل وأحلى التفاصيل، والحل والترحال والنار والهيل، والقمرة اللي نورت ليل ورا ليل، والنظرة المكسورة والبسمة المقهورة، والخطوة المغرورة
واحلى المواويل دايم على البال. على البال كل التفاصيل على البال، واحلى التفاصيل على البال، والحل والترحال والنار والهيل، والجمرة اللي نورت ليل وليل. على البال كل التفاصيل على البال، واحلى التفاصيل على البال، والحل والترحال والنار والهيل، والقمرة اللي نورت ليل وليل، والنظرة المكسورة والبسمة المقهورة، والنظرة المكسورة والبسمة المقهورة، والخطوة المغرورة، واحلى المواويل دايم على البال. كل التفاصيل على البال، واحلى التفاصيل على البال، والحل والترحال والنار والهيل، والقمرة اللي نورت ليل وليل، والنظرة المكسورة والبسمة المقهورة، والنظرة المكسورة والبسمة المقهورة، والخطوة المغرورة، واحلى المواويل دايم على البال. كل التفاصيل على البال، واحلى التفاصيل على البال. مدري إلى اليوم ولا الزمان انساك يا قلبها قلبي، مدري إلى اليوم تولح على مغناك ولا انتهى حبي، مدري إلى اليوم ولا الزمان انساك يا قلبها قلبي، مدري إلى اليوم تولح على نواف ولا انتهى حبي. ولا الزمان انساك يا قلبها قلبي، مدري إلى اليوم تولح على مضناك ولا انتهى حبي، مدري إلى اليوم ولا الزمان انساك يا قلبها قلبي، مدري إلى اليوم تولح على مضناك ولا انتهى حبي. يا قايد الريم ذكراك ما غيبت عن خاطري ساعة، الروح لك يا ساكن الروح نزاع، مدري إلى اليوم ولا الزمان انساك يا قلبها قلبي، مدري إلى اليوم تولح على مضناك ولا انتهى حبي، مدري إلى اليوم ولا الزمان انساك يا قلبها قلبي، مدري إلى اليوم تولح على مضناك. يا قايد الريم ذكراك ما غيبت عن خاطري ساعة، قايد الريم ذكراك ما غيبت عن خاطري، الروح لك مع صاحب الروح نزاعة، لك يا ساكن الروح. متى الوصل قول باجيك وسابق الساعة يلي على البال. متى الوصل قول، متى الوصل قول، قول قول باجيك وسابق الساعة، متى الوصل قول، متى الوصل قول، قول قول باجيك وسابق الساعة يلي على البال. كل التفاصيل على البال، واحلى التفاصيل على
المكسورة والبسمة المقهورة والنظرة المكسورة والبسمة المقهورة والخطوة المغرورة واحلى المواويل دايم على البال كل التفاصيل على البال واحلى التفاصيل على البال. كم شمس غابت وانا اشوفك، شمس الضحى اللي تباريني. كم شمس غابت وانا اشوفك، شمس الضحى اللي تباريني. واذا منع جيت بخوفك نورك فلا غاب عن عيني. شمس غابت وانا اشوفك، شمس الضحى اللي تباريني. او الى منع جيت اخوفك نورك فلا غاب عن عيني. كم شمس غابت وانا اشوفك، شمس الضحى اللي تباريني. او الى منع جيت اخوفك نورك فلا غاب عن عيني. الحب تدري، الحب تدري ما هو بيدي. سيدك تراه الهوى وسيدك، سيدك تراه الهوى وسيدي. الحب تدري ما هو بيدي، تدري ما هو بيدي، ما هو بيدي. سيدك تراه الهوى وسيدي، سيدك تراه الهوى وسيدي. أبيك تبدأ مواعيدك ولا ببدأ مواعيدي يلي على الهوى. أو إلى منع جيت أخوفك نورك فلا غاب عن عيني. كم شمس غابت وأنا أشوفك، شمس الضحى اللي تباريني. أو إلى منع جيت أخوفك نورك فلا غاب عن عيني. الحب تدري ما هو بيدي، سيدك تراه الهوى وسيدي، سيدك تراه الهوى وسيدي. الحب تدري ما هو بيدي، ما هو بيدي. سيدك تراه الهوى وسيدي. أبيك تبدأ مواعيدك ولا أبدأ مواعيدي. أبيك تبدأ مواعيدك ولا أبدأ مواعيدي. اللي على البال كل التفاصيل على البال واحلى التفاصيل على البال. والحلم والترحال والنار والهيل والقمرة اللي نورت ليل وراليل والنظرة المكسورة والبسمة المقهورة والنظرة المكسورة والبسمة المقهورة والخطوة المغرورة واحلى المواويل دايم على البال. على البال كل التفاصيل واحلى التفاصيل.
الحبيب